في جاسوس مش بس اخترق جيش كامل، ده دخل قلوبهم وشرب معاهم قهوة وحضر معاهم اجتماعاتهم وأخد منهم كل اللي هو عايزه وهم قاعدين بيضحكوا. والكارثة بقى إنه لما وقع كان خلاص أخد كل حاجة. إلي كوهين، الجاسوس اللي ضحك على سوريا كلها. أهلا بيكم في 5 جنيه. عايزك تتخيل معايا كده راجل اسمه كامل أمين ثابت، رجل أعمال سوري راجع من الأرجنتين، غني وكريم وكلامه كله سحر ولطيف، ومفيش وزير إلا وبيسلم عليه وبيسهر مع ضباط وعلاقاته ولا كأنه رئيس دولة. لكن كامل ده ما كانش ولا سوري ولا حتى عربي، ده كان إيلي كوهين، الجاسوس الإسرائيلي المزروع جوه قلب دمشق. اسمه الحقيقي إلياهو بن شاول كوهين. اتولد في مصر سنة 1924 وتحديدا في حي الجمالية في القاهرة، وكان من عيلة يهودية وشاب ذكي ودماغه شغالة جدا، بيحب اللغات وتعلم العربي والفرنساوي بطلاقة، وكان متدين بس مش متشدد قوي، وده ساعده قدام إنه يقدر يمثل على أي حد. في أوائل الخمسينات بعد ما مصر بدأت تضيق على اليهود بسبب الصراع العربي الإسرائيلي، كوهين هاجر لإسرائيل، ومن هنا بدأت حكايته الحقيقية. سنة 1959 عيون جهاز الموساد كانت مركزة معاه جدا بسبب شخصيته الكاريزماتية وإتقانه للغة العربية والثقافة العربية، وعرضوا عليه إنه يشتغل جاسوس معاهم، ووافق على طول. لكن الشغلانة ما كانتش سهلة، ده خضع لتدريب مكثف جدا وتعلم إزاي يغير هويته بالكامل ويستخدم أجهزة التجسس ويتكلم باللهجة الشامية بالظبط، ويمثل إنه رجل أعمال سوري اسمه كامل أمين ثابت. وفي سنة 61 سافر كوهين للأرجنتين وبدأ يمثل دور رجل أعمال عربي غني جدا اسمه كامل ثابت، وابتدى يخش في الأوساط العربية هناك وعمل صداقات مع ناس من الجالية السورية. وفي سنة 62 جه وقت الدخول الحقيقي لسوريا، وفعلا وصل ودخل، وده كان قمة الجنون. أول ما وصل لسوريا اشتغل على إنه يبان كرجل أعمال جاي يستثمر، وابتدى يعمل علاقات مع المسؤولين هناك ويدخل في سهرات ويوزع فلوس ويشارك كمان في الحفلات، وكان راجل كريم جدا لدرجة إنهم قالوا عليه كامل باشا. كوهين عرف يوصل لأعلى الناس في النظام السوري، وكان بيقعد مع ضباط الجيش ووزراء ورجال أعمال وقيادات في المخابرات السورية، وكان بيستغل المواقف العادية علشان يلم معلومات ويبعتها كلها للموساد عن طريق أجهزة لاسلكي سرية، وكان بيخبيها في بيته وبيبعت الرسائل وقت ما الناس تكون نايمة. وواحدة من أخطر المعلومات اللي بعتها للموساد كانت عن مرتفعات الجولان. عرف يوصل للموقع ده وقدم اقتراح للسوريين غريب جدا وقتها: ازرعوا أشجار حوالين المواقع العسكرية علشان تديكوا ظل وتخفيكوا من الجو. ولما قامت حرب 67 الطيارات الإسرائيلية كانت بتضرب المواقع اللي حواليها شجر بس، لأن دي كانت مواقع العساكر السوريين. والاقتراح ده لوحده ساعد إسرائيل تاخد الجولان بسهولة شديدة. وبعد سنين من النجاح المخابرات السورية بدأت تشك، الإرساليات اللاسلكية زادت، وكان في إشارات راديو غريبة طالعة من حي أبو رمانة في دمشق. عملوا حملة تفتيش وفعلا لقوا بيت كوهين ولقوا جهاز الإرسال، وقبضوا عليه وهو بيبعت رسالة للموساد، واتحاكم محاكمة عسكرية وكانت علنية، واتحكم عليه بالإعدام. وبرغم إن إسرائيل حاولت بكل الطرق تنقذه، حتى عرضت صفقة تبادل أسرى وضغطت على دول كتير تتدخل، لكن سوريا كانت رافضة رفض قاطع. وفي يوم 18 مايو سنة 1965 إلي كوهين اتعدم في ساحة المرجى، وسابوا جثته فترة طويلة قدام الناس علشان يبقى عبرة قدامهم. وبعد الإعدام إسرائيل عملت له تمثال وسمت شوارع باسمه، والموساد بيعتبره من أعظم عملائه. وفي ناس كتير بيقولوا إنه غير مجرى التاريخ في الشرق الأوسط، ولسه إسرائيل بتحاول ترجع جثته لحد ما أنا وإنت بنتكلم دلوقتي. من فضلكم اعملوا لي لايك وسبسكرايب واستنوني في حلقات وقصص أقوى مما تتخيلوا.